النهاردة احنا بنفتح مقبرة فرعونية في قلب الصعيد. مقبرة اتفتحت بالغلط، بس أول ما اتفتحت طلبت تمنها، وكان التمن ده دم من العيلة. أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد الألفي. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوا لإخواننا. ما زالت المحنة مستمرة، ربنا يفرج كربه. في يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي اسمه مصطفى، بيقول إن عندهم في البلد أرض في الجبل، والأرض دي ورثوها من زمان ومحدش كان بيقرب منها، لأنها كانت مليانة صخور ورمل ومش هيستفادوا بيها بحاجة. لكن زي ما انتم عارفين، ساعات بيكون الفضول دافع قوي جدا علشان نفتح على نفسنا باب ممكن يندمنا باقي عمرنا، ده لو ما كانش سبب في نهايتنا أصلا. في يوم جابر بن عم سيد كبير العيلة كان بيحفر في الجبل علشان يدور على مغارة زي ما بيسموها هناك، وبيقول إنه وهو بيحفر لمس حجر مختلف صوته مش زي باقي الصخور. جابوا عمال وفضلوا يحفروا لحد ما ظهر مدخل صغير مرسوم عليه رموز غريبة، عيون وصلبان فرعونية وكتابة محدش فيهم عارف يقرأها. وفي اللحظة دي عم سيد اللي هو كبير العيلة وقف وقال إن الموضوع ده كبير واللي عاوز يشارك يتفضل، بس اعرفوا إن اللي هنفتحه ده مش عادي، كل مقبرة وليها حارس. مصطفى بيقول إن هو من أول ما شاف الباب حس إن فيه تقل على صدره، كأن المكان مش مرحب بيهم. وهم بيزقوا الحجر الكبير علشان يفتحوا المدخل، فجأة واحد من العمال صرخ ووقع على الأرض والدم نازل من مناخيره من غير سبب. الناس افتكرت إنها ضربة شمس أو إنه جاله اختناق من الجو المقفول، بس الراجل مات في لحظتها. الكل ساعتها اتجمد مكانه، بس جابر بن عم سيد قال بصوت عالي: اللي حصل ده صدفة، والراجل ده شكله كان تعبان من الأول، هنكمل زي ما احنا. وفي اللحظة دي بدأت اللعنة. بعد ما دخلوا جوه المقبرة الطريق كان ضيق جدا، وحيطان مليانة نقوش وصور مرسوم عليها زي العيون الفرعونية وطيور غريبة وكأن العيون بتراقبهم. جابر كان متحمس جدا وهو داخل، كان ماسك كشاف وداخل أول واحد، وكان وراه عم سيد، وباقي الناس وراهم مترددين وخايفين يدخلوا من بعد اللي شافوه مع الراجل اللي طب ساكت قدامهم. مصطفى بيحكي وبيقول: أول ما دخلنا حسيت إن في ريحة بخور محروق، ريحة كأنها مش من ريحة المكان، كأن حد كان لسه مولع بخور قريب. وصلوا الحجرة كبيرة في النص فيها تابوت حجري ضخم، والحوائط مليانة نقوش عن موت ودم وقرابين. وفي الوقت ده جابر ما استناش، قال بصوت عالي: هو ده الكنز اللي بدور عليه من زمان. وبدأ يحاول يفتح التابوت. وهنا حصلت أول حاجة مرعبة. قبل ما يحرك الغطا النور اللي في الكشافات بدأ يضعف فجأة، كأن البطاريات خلصت في نفس اللحظة. واحد من العمال وقع على الأرض وهو بيترعش وبيصرخ وبيقول: سيبوه في حد واقف جوه التابوت. الكل اتجمد في مكانه وبقى يبصوا لبعضهم والرعب مالي وشوشهم. جابر قام قايل له بعصبية: اسكت يا جبان، مفيش حد هنا غيري أنا. وبدأ يزق الغطا الحجري، ومع أول حركة صوت أشبه بالزئير خرج من جوه الغرفة، والهواء اتقلب ريح باردة خلى كل واحد يحس إن قلبه هيقف. عم سيد بص حواليه ووشه اتغير فجأة وقال: في دم هيتاخد الليلة، ده مش مجرد تابوت. وفعلا أول ما خرجوا من المقبرة على المغرب الدنيا كانت غريبة، الجو ساكت زيادة عن اللزوم. ولما رجعوا البيت حصلت الكارثة. مصطفى بيقول: كنت قاعد في بيت عم سيد بنحاول نفهم اللي حصل، فجأة سمعنا صوت صرخة عالية من أوضة جابر. دخلوا يجروا لقوه واقع على الأرض ووشه كله دم، ومش دم عادي، ده كان كأنه نازل من كل فتحات وشه، مناخيره ودانه وعينيه. وهو بيشهق قال آخر كلمة: هو مش هيسيبكم. وبعدين مات. البيت كله اتقلب صراخ، وعم سيد في الوقت ده ما كانش مصدق اللي بيحصل. لكن الرعب الأكبر كان من زينب دي كانت بنت مصطفى الصغيرة، واللي كانت واقفة بتبص على الحيطان وتقول: بصوا عمو جابر واقف هناك وبيضحك. بعد موت جابر العيلة كلها اتقسمت، في اللي عاوز يبلغ الحكومة ويقفلوا المقبرة، وفي اللي مصر إن الكنز لازم يتاخد مهما كان التمن. لكن الليلة اللي بعدها أثبتت إن مفيش كنز هيطلع غير على جثث. مصطفى بيقول: كنت نايم عندنا في البيت، الساعة كانت حوالي 3 الفجر، صحيت على صوت حد بيخبط على الباب جامد. قمت مرعوب وخرجت فتحت الباب، لكن ما لقيتش حد.
كل اللي لقيته قدام البيت كان تراب أحمر ومعمول على شكل دايرة، وفي نص الدايرة كان فيه راس لطير غريب متقطعة. وفي نفس الوقت تقريبا عند بيت عم سيد حصلت حاجة أفظع. ابنه الكبير محمود صحي بالليل على صوت حد بيتكلم، بيبص لقى أبوه واقف في الصالة بيتكلم لوحده. قرب منه علشان يسمعه، لقى صوته غريب ومتغير، وبدأ يقول لنفسه إن ده مش صوت أبويا. بس الغريب أكتر لما سمع صوت حد تاني بيتكلم من بقه: العيلة لسه ناقصة دم، روحين كمان وبعدها نسيبكوا. محمود اتجمد في مكانه، ولما صرخ بأعلى صوته عم سيد وقع على الأرض وبقى يتلوى زي الممسوس، ومن وشه بدأ يطلع دخان أسود خفيف. في اليوم ده البلد كلها اتقلبت، والأقاويل كالمعتاد بين الناس بدأت تكتر. في اللي قال إن عم سيد اتلبس، وفي اللي قال إن جابر مات كقربان لفتح المقبرة. لكن الكارثة الأكبر حصلت بعدها بيومين. زينب بنت مصطفى الصغيرة اختفت. أمها دخلت الأوضة الصبح لقيت السرير فاضي والحيطة مرسوم عليها نفس الرموز اللي كانوا شايفينها جوه المقبرة. الناس كلها جريت علشان تدور عليها، والكلام ده كان في عز النهار. وفجأة بيسمعوا صوت صرخة بنت صغيرة جاية من ناحية الجبل اللي فيه المقبرة. ولما وصلوا هناك شافوا مشهد عمر ما حد هيقدر ينساه أبدا. زينب واقفة عند مدخل المقبرة وعينيها مقلوبة لفوق، وبتضحك ضحكة مش ضحكتها. والأغرب إن وراها بيظهر ظهر لظل طويل أسود، أطول من أي بني آدم وعامل زي الجندي الفرعوني، وماسك في إيده رمح. في الوقت ده أهل البلد اتجمدوا مكانهم ومحدش كان قادر يقرب. والظل ده بصلهم وقال بصوت غليظ كأنه طالع من تحت الأرض: انتوا اللي فتحتوا الباب، يبقى تدفعوا التمن كله. بعد الليلة دي البلد كلها بقت في حالة رعب. الناس بطلت تعدي من جنب بيت عم سيد، والأطفال بيتحجزوا جوه البيوت قبل المغرب. كل بيت في العيلة بقى مهدد، كأن الحارس مش بيطارد حد غريب، لأ هو عارف أسمائهم واحد واحد. مصطفى بيحكي وبيقول: بعد ما زينب رجعت بيتنا كانت مش هي، بتبص لينا ساعات من غير ما ترمش، ولو شافت دم على ايد حد تبتسم وتقول لسه ناقص. وكانت بتقعد تبص لابوها بصات مخيفة وتقول له انتم اللي أثرتم غضبه، ما كانش لازم تعملوا كده من الأول، الأذى مش بيجيب غير أذى. وفي الليلة اللي بعدها كنا قاعدين بنقرأ قرآن، فجأة سمعنا أصوات خطوات تقيلة ماشية في الحوش. فتحنا الباب ما لقيناش غير آثار أقدام كبيرة محفورة في التراب، آثار مش لبني آدم. والموضوع بيكبر أكتر لما محمود ابن عم سيد اختفى. لقوه الصبح متعلق على شجرة جنب المقبرة، جسمه كان متغطي بنقوش فرعونية محفورة بسكينة أو بحاجة حادة، وكل جرح كان نازل منه دم لكنه ما نزفش كتير، كأن الدم اتسحب منه. وعلى جذع الشجرة مكتوب بالهيروغليفية: واحد ويتبقى واحد. البلد كلها اتقلبت صريخ من كتر الخوف، وأم محمود وقعت على الأرض من المنظر اللي شافته. لكن عم سيد كان واقف في صمت وعينه كلها دموع، وقال: أنا السبب، أنا اللي فتحت الباب. وفي نفس الليلة اتجمعوا شيوخ البلد عند بيت مصطفى وقالوا له: اللي طالع ده مش جن عادي، ده حارس مقبرة، ودم العيلة اللي فتحت المقبرة هو اللي بيرويه. الحل الوحيد يا إما ترجعوا التابوت زي ما كان وتتوسلوا ليه علشان يسيبكم، يا إما العيلة كلها هتنتهي. لكن قبل ما يلحقوا يتصرفوا حصلت الواقعة الأشد. مصطفى بيقول: كنت واقف في الجنينة والهوا كان ساكت، وفجأة حسيت بحاجة تقيلة ورايا، ولما لفيت لقيت نفس الجندي الأسود واقف والرمح في إيده، وبصوت مخيف وهو بيقول: الليلة آخر الدم. وأول ما خلص الجملة سمعت صرخة زينب من جوه البيت، ولما دخلت أجري كانت الأوضة فاضية والحيطة مكتوب عليها بالدم: التمن اكتمل. الليلة دي كانت تقيلة على البلد كلها. المقبرة بقت لعنة، والليالي بقت صعبة على الناس وبقوا عايشين في رعب. كل عيلة في البلد قفلت بيوتها، لكن عيلة مصطفى وعم سيد كانوا عارفين إن الهروب مش هيخلصهم من حاجة. مصطفى بيقول: اتجمعنا أنا وعم سيد وشيوخ البلد وقررنا إننا نروح المقبرة آخر مرة ونرجع كل حاجة زي ما كانت. وبالفعل رحنا على المقبرة وحفرنا ونزلنا بالأدوات اللي هنحتاجها، وكل واحد كان ماسك في إيده شعلة ينور لنفسه الطريق. وبقينا عارفين وقتها إن الليلة دي يا إما نخلص من اللعنة يا إما هتكون دي نهايتنا.
الهوا كان مخنوق ونار الشعلات عمال يترعش كأنه خايف، وحيطان المقبرة كانت مليانة نقوش جديدة ظهرت من العدم. النقوش دي كانت مرسومة بالدم وكلها بتصور جنود فرعونيين ماسكين ضحايا بيموتوا، وكل لما يمشوا خطوة كان فيها مسات بتقول في ودانهم لسه ناقص دم، لسه ناقص دم. في الوقت ده عم سيد انهار وبدأ يقول أنا السبب، خدوني أنا وسيبوا الباقي. وفجأة الأرض بدأت تتشق من تحت رجليه وطلع من جواها دخان أسود، وظهر الجندي الأسود اللي كان ظل طول الوقت، لكن المرة دي طالع بكامل هيئته. في إيده درع فرعوني مكسور، وعينه بتلمع زي الجمر، وإيده ماسكة رمح أطول من أي بني آدم. صوته كان كأنه بيطلع من تحت الأرض وهو بيقول التمن لسه ما اكتملش، الدم الأخير هو المفتاح. وفي الوقت ده الرجالة مسكوا المصاحف وبدأوا يقرأوا بصوت عالي، وساعتها الجندي صرخ صرخة كسرت حيطان المقبرة، والرموز على الحيطان بدأت تنزف دم، وكل اللي كان في إيده شعلة وقعت من كتر الرعب، والظلام بقى خانق، لكن صوت القرآن كان مستمر. الحارس في الوقت ده اتحول على شكل تعبان اسود مخيف وهجم على عم سيد، وعم سيد واقف مكانه، وفجأة الحارس ده دخل في جسمه كأنه بيلبسه، وهنا عم سيد بقى عمال يتلوى وكأن في سم بيجري في دمه. لكن عم سيد وهو بينزف قال بصوت متقطع خدوني أنا بس سيبوا ولادي. وبعدها خرج الحارس مرة تانية ظهر على شكل ظل مخيف وهو بيبص لمصطفى، وبص لزينب اللي كانت مرمية على الأرض وعينيها كانت مقلوبة ومخيفة. وبعدين عم سيد وقع على الأرض وجسمه كأنه متشنج ومات في ساعتها، والكل كان مصدوم من اللي بيحصل. الرموز على الحيطان بدأت تختفي واحدة ورا التانية، والدخان الأسود رجع يتسحب لجوه التابوت. وفي الوقت ده المقبرة بيحصل فيها زي زلزال، والصوت الغليظ ده قال الدم اكتمل وتم إغلاق البوابة. وبعدين الدنيا بترجع لطبيعتها وكأن ما كانش فيه أي حاجة في المقبرة. ولما بينوروا الشعلات مرة تانية بيلاقوا عم سيد كان ميت، وزينب وقعت على الأرض وهي بتصرخ وعيونها رجعت طبيعية كأنها كانت ميتة، وروحها رجعت مرة تانية. مصطفى بيقول خرجنا من المقبرة شايلين جثة عم سيد، والناس كلها كانت واقفة بره في انتظارنا والرعب مالي عيونهم. وأول ما شافوا المنظر فهموا إن المقبرة اتقفلت، لكن اللي محدش فهمه إن اللعنة ما انتهتش، لأن في نفس الليلة لما مصطفى دخل ينام لقى على حيطة أوضته مرسوم بالدم جملة واحدة: الباب يفتح من جديد. خرج وقتها بسرعة يطمن على زينب بنته، لقاها واقفة في أوضتها قدام مرايتها وبيشوف في المراية كيان تاني غير بنته، يعني بنته قدام عينه بصة للمراية، وفي نفس الوقت الانعكاس في المراية مش بنته خالص. وبعدين بنته بتبصله وعيونها شكلها غريب وبتقوله لسه اللعنة ما انتهتش، إن كانت المقبرة اتقفلت ففي بوابات تانية اتفتحت، الظلام جاي على البلد كلها. وفجأة مصطفى بيسمع صويت بره البيت وكأن في حرب قامت في البلد. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات وقولولنا حابين نكمل القصة ولا نغيرها ونقول قصة جديدة. وبس كده بتنتهي قصتنا النهاردة. وقبل الختام ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل قصة جديدة وكل غموض جديد. همتكم معانا أصدقائي علشان نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.